ايه هي المواد الضاره اللي ممكن الاقيها في الميه وتضر لي بالخرسانه؟ الاملاح اللي بتبقى في الميه. تعرف ان الميه دي، الخرسانه دي اتعملت بميه فيها املاح، ان بعد ما الخرسانه تنشف تلاقي ظهرت طبقه املاح كده على السطح، طبقه بيضاء بنسميها التزهير. الطبقه البيضاء دي عباره عن ايه اساسا؟ عباره عن املاح. الاملاح اللي كانت في الميه دي طلعت على الايه؟ طلعت على السطح والميه اتبخرت، وبالتالي الاملاح دي ايه؟ ظهرت. اول صوره ممكن تبقى الاملاح عليها هي الكبريتات او السلفيت. املاح الكبريتات دي عاده بتبقى في مياه الصرف، تؤدي لتاكل الخرسانه نفسها مع الزمن وبتاع، تلاقي ايه؟ بتتاكل. دي نتيجه الاملاح الايه؟ الكبريتات. يبقى الاملاح الكبريتات بتاثر على الخرسانه نفسها. عشان كده المواصفات قالت لك ان املاح الكبريتات ما تزيدش عن 3/10 جرام لكل لتر. طب لو عاوز احسبها بالملي جرام هضرب في 1000، يبقى 300 ملي جرام لكل لتر. 300 ملي جرام لكل لتر. الملي جرام يبقى يعبر عنه ب1000 يعني، واللتر اللي هو جزء من 1000 من الايه؟ من المتر المكعب. يبقى انت عندك 1000 و1000 ادي مليون. فقال لك معنى كده ان الاملاح دي كم جزء في المليون في الميه؟ 300 جزء في المليون. فقال لك بارت بر مليون. يبقى 300 بارت بر مليون هي 300 ملي جرام لكل ايه؟ لكل لتر. والتعبير عن الاملاح لما بيجي يقيسها في الميه يقول لك 300 بارت بر مليون. تاني صوره بيوجد عليها الاملاح هي الكلوريدات. املاح الكلوريدات مشكلتها هي اللي بتعجل من صدأ الحديد وبتزود التفاعلات بتاعه صدأ الحديد. اذا كانت الكبريتات بتاكل الخرسانه فالكلوريدات بتاكل الحديد. عشان كده قال لك ان املاح الكلوريدات لما تيجي تقيسها في الميه ما تزيدش عن 500 بارت بير مليون. كمان تحاول انك تخلي الخرسانه غير منفذه للميه بقدر الامكان. قلنا في اضافات بتقلل النفاذيه، ممكن تحمي السطح بتاع الخرسانه بحيث ان ايه؟ ما يوصلوش ميه. ايه ماء البحر بقى؟ ماء البحر في نسبه املاح ما بتقلش عن 3.5% من الميه. عشان كده انا ما بستخدموش في مياه الخلط خالص ولا المعالجه حتى بعد ما الخرسانه تنشف. ليه؟ لان ما بستخدموش. اول حاجه هيسرع لي من صدأ الحديد. تاني حاجه هتسرع لي من الشك بتاع الايه؟ بتاع الاسمنت نفسه. لما كنا بنقول الملح عباره عن ايه؟ معجلات، اضافه معجلات. تالت حاجه ما انت سرعت الشك، هتديك مقاومه بسرعه، مقاومه مبكره بدري، لكن عند ال 28 يوم لما تيجي تعمل المكعب وتقيس المقاومه بتاعتك هتلاقيها قلت كتير جدا، توصل ل 15% مقاومه اقل. تاني ماده ضاره ممكن تلاقيها في الطين والمواد الناعمه دي، بتلاقيها في الترع. تلاقي ميه الترع معقره كده، لونها ايه؟ بني شويه كده. ليه؟ ده من الطين اللي فيها. يبقى الطين والمواد الناعمه دي برضو ايه؟ مضره بالخرسانه، بتسبب لي تغيرات حجميه، تمدد وانكماش، بتسبب لي ضعف الترابط ما بين الاسمنت وحبيبات الركام. اذا انت لو هتستخدم مضطر مش عندك ميه غير ميه الترع، انت هتعمل ايه؟ جيب براميل وحط فيها ميه الترع وسيبها يومين 3 لحد لما الايه؟ العكاره اللي فيها دي تترسب تحت، وتقدر تاخد الميه من فوق وايه؟ وتستخدمها في الخرسانه. يبقى انت اتخلصت من الايه؟ من المواد العضويه والطين اللي موجود في المواد الناعمه اللي موجوده في الميه. نفس الكلام للمواد العضويه والزيوت. الزيوت والشحوم والحاجات دي برضه بتؤدي لضعف الترابط ما بين حبيبات الخرسانه، حبيبات الركام والاسمنت، وبتؤدي لحدوث التغيرات الحجميه، التمدد والانكماش، وبالتالي تحدث معاك الشروخ. القلويات اللي هي املاح الصوديوم والبوتاسيوم. فاكرين في الكيمياء كنا خدنا السائل ده حمضي وفي سائل قلوي، كنا بنفرق ما بينهم عن طريق الايه؟ البي اتش. فالبي اتش 6 ده الفاصل، قللت عن 6 معنى كده ان السائل بتاعك ده حمضي، زودت عن 6 معنى كده ان السائل بتاعك ايه؟ قلوي. الخرسانه لازم ما تقلش عن 7. يبقى القلويه بتاعت الخرسانه او ماء الخلط اللي هتستخدمه في الخرسانه ما تقلش عن 7، من 7 لحد اخر التدريج 14. لكن انت لو زودت القلويات دي بقى ايه اللي هيحصل؟
وجود القلويات دي في الميه بتسرع من زمن الشك بتاع الاسمنت، تؤدي لي حاجه اسمها التفاعل القلوي للركام. الركام بيبقى فيه نسبه سيليكا، السيليكا دي بتتفاعل مع القلويات، حاجه اسمها التفاعل القلوي للركام، وتؤدي لايه؟ انتفاشها، كون لي جل كده منتفش. الجل ده ضعيف وبالتالي هيضعف لي الخرسانه. الركام كده كده هستخدمه، معرفش فيه سيليكا ولا لا، يبقى اللي انا اقدر اتحكم فيه نسبه القلويات، ان انا ما ازودش نسبه القلويات في الايه؟ في الميه بتاعتي.